لما نعمل صينية البطاطس يا ريت البصل نحطه في زيت وسمنة ونشوحه الأول على النار. التشويحة دي هتخلي البصل يطلع معانا طعمه مسكر قوي، وكمان هيحتفظ بالقوام بتاعه. وبعدين هنضيف البطاطس ونقلبها شوية كمان مع البصل ونشوحها لغاية ما تتغلف كويس بالمادة الدهنية. نقدر كمان نضيف فلفل حامي، الفلفل الحامي بيخلي صينية البطاطس يا جماعة طعمها خطير. تقدروا تضيفوا الكمية اللي انتوا حابينها. قطعت الفلفل مكعبات صغيرة وحطيته على البطاطس وقلبته شوية كمان. بعد ما نضيف عصير الطماطم هنسيبه يتسبك شوية صغيرين، وبعدين هنضيف الثوم المفروم. الثوم المفروم بيخلي الريحة يا جماعة تحفة. هنضيف كمان شوية حاجات أساسية هي اللي هتدي الطعم المميز لصينية البطاطس بتاعتنا. عندنا فلفل أسود، كزبرة ناشفة مطحونة، عندنا كمان ملح وسكر ومكعب مرقة أنا فتفته كويس. هبدأ أضيف كل الحاجات الجميلة دي وهنقلب ونسيب صينية البطاطس بتاعتنا تكمل التسوية بتاعتها. إن شاء الله تنفذوا الحاجات اللي قلتلكوا عليها، هتطلع معاكوا أحلى صينية بطاطس ممكن تعملوها. يا ريت كل اللي شافني ما ينساش يعمل لايك للفيديو ويتابعني على صفحتي.